اخواتي وحبايبي عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وفي احسن حال يا رب العالمين. حبايب قلبي، ما تنسوش تعملوا لي سبسكرايب لو اول مره تشرفيني في القناه، وما تنسوش تعملوا ما تبخليش عليا باللايك وتفعلي زر الجرس علشان يوصلك مني كل جديد. تمام يا اخواتي. واهم حاجه برضو ما يعني ايه، ما تنسيش ان انت تصلي على النبي. صلي على النبي كده وانت قاعده، اكتبي لي في الكومنتات برضو بالصلاه على النبي كده عشان خاطر نبدا الفيديو بتاعنا. بما ان احنا كلنا بنحب الفيديوهات المشتريات وكده، طبعا حبيت اشارككم معايا الحاجات اللي انا جبتها للولاد. حاجتي العيد انا جايباها بدري، طبعا لسه ما خلصتش، لسه في حاجات تانية ان شاء الله هتيجي. بالنسبه لسه للمختار والسيف وكده، بس انا جبت لهم حاجات رمزيه. طبعا انا جايبه حاجات العيد بدري يا حبايبي، عشان خاطر انتوا عارفين بقى كل يوم سعر. وطبعا احنا يعتبر ما عادش كتير برضو، يعني شهرين. المهم دلوقتي ايه رايكم في الخمار القمر ده؟ انا مبسوطه بيه قوي. انا عايزه اقول لكم ان انا مخليه بس على قد الصلاه. جميل بصراحه ربنا، يعني انا يا عمتي اللي جايبهولي، فربنا يديها الصحه يا رب يبارك لي فيها. هي مش جايبه لي الخمار بس، هي جايبه لي حاجات تانية برضو، بس انا الخمار ده حباه كده داخل قلبي بطريقه غير طبيعيه، لان فعلا كنت اول مره البس خمار، وانا صورت لكم بيه قبل كده صوره ونزلتها. يعني ما شاء الله ما شاء الله بجد، يعني احسن من الطرحه بكتير قوي. ما علينا، يلا بقى نبدا الفيديو كده، وبالصلاه على النبي عليه افضل الصلاه والسلام، ونشوف احنا جايبين ايه. وطبعا اول حاجه هنشوفها وهي ايه، لبس سيف. طبعا ده اللي جايبه له ترنج بيتي، هو مش ترنج واحد، انا جايبه له 3. زي ما قلت لكم هي حاجات رمزيه بس كده في الاول. بس بجد خامه حلوه قوي، اللي هي الخامه المولتون. الخامه بتاعته خامه مولتون ومبطنه من جوه، حلوه قوي طبعا. يعني ما شاء الله عليها. طبعا ده كنت طالبه الحاجات دي اوردر من على النت، من على الفيس. ما علينا، عشان مشكلتي ان انا يعني مثلا بخش على صفحة الفيس، يعني مثلا واحد منزل عرض كويس قوي، اطلب منه، وواحد تاني نفس الموضوع، فمن كتر الحاجات اللي احنا بنبعت نجيبها، اقسم بالله ما فاكرة حاجة خالص. وانا نفسي ببعت اجيب لنفسي من على النت، ما عادش بشتري حاجة خالص من عندنا هنا من فايد. ثانيا ده الترنج بتاعه اللي هو السويت شيرت بتاعته اهي، يعني حاجة كده ما شاء الله اللهم بارك، بجد خامتها حلوة قوي. يعني لو عايزين اسم الصفحه نفسها، على فكره هو نازل على صفحه الفيس، لو عايزين اسم الصفحه انا ممكن اقول لكم عليها. خلاص، بس بجد الخامه حلوه وممتاز. طبعا انا جايبه اللون الاصفر، وجايبه منه اللون الاسود على اهو، فكرة بالنسبة لي ده اللون شيك اللون جدا. لا هو لكن حلو. الرسمة والنوع طبعا وكده برضو الخامه مولتون زي ما قلت لكم، متبطنه قطن من جوه، حلو جدا برضو، عجبنا خالص، وعجب سيف وعجب ابو سيف الحمد لله يعني. ف واحلى حاجه الزونت، يعني الزونت طبعا انتوا عارفين جو الشتاء وكده، بلاش الحاجات المراقبه عشان خاطر الاطفال وكده، عايزين ندفي ودانهم بتاعي، يبقى ايه في زونت العيال تحط على دماغهم يعني. نركن بقى دول كده على جنب. وده برضو البنطلون بتاع السويت شيرت الاسود، اللي هو بقيه الطقم اللي هو بتاع الترنج اهون، بجد حلو خالص، الخامه جميله زي ما بقول لكم. انا طبعا الواحد ساعات بيبقى متردد من حاجه النت بالذات، بس الله وكيل هو ان الحمد لله ان الحاجه بتيجي ممتازه، يعني ما شاء الله. طبعا ده اخر حاجه السيف. تالت حاجه يعني معانا يعني دلوقتي، بصوا انا عجبني ده قوي، يعني ده كله فرو انا عايزه اقول وجميل. لكم اللي هو الخامه البطانيه، بجد جميله جميله جميله، حاجه كده في منتهى الجمال. انا بحب الحاجات دي قوي، يعني انا بحب الحاجات، عشان كده انا بعدت اجيب لنفسي حاجه زي كده اقسم بالله. يعني انا بعدت اجيب لنفسي حاجات حاجات اللي هي الحاجات البطانيه دي، عارفينها، حلوه قوي وبتدفي. يعني انا مجرد ان انا ايديا ساقعه، مجرد ان انا مسكت التيشيرت بجد دفى صوابعي، اه والله، يعني حاجه جميله. اهو ده لونه، انا جايبه الرصاصي في ابيض حلو قوي، والليزونتي كمان. طبعا البنطلون برضو كمان اهو، برضو البنطلون اهو بطانية، جميل خالص يا ولاد، ما شاء الله، مبروك عليك يا اوفا. نيجي بقى للاستاذ مين مختار. أنا احنا الاول بنبدا بالبناطيل، مش عارفه اللي بيطلع في ايدينا يا ولاد، ما علينا. ده برضو بنطلون مختار، اللي هو المقاسات المحيره، برضو جايباه من على النت. زي ما قلت لكم انا ما بجيبش حاجه من هنا، انا بجيب حاجتي كلها وحاجه ولادي من على النت، زي ما انتم شايفين. هات انت عمال تهزلي في السلك، هتفصل اللي بتاعي. طبعا دون جايباه برضو، كان عامل سعره كام؟ سعره كان كام؟ 400 و 450 باين، أيوه 450 بالشحن بقى. على ما وصل كان ازيد من 450، يعني يقولوا 500 يعني 500 بالظبط. بالظبط. هو ده عجبنا قوي، عجبني قوي الخامه بتاعته كده، وهي على النت في الصوره وهي نازله،
بعت جبته له. انتوا عارفين بقى المقاسات اللي هي المحيره دي اهو، برضو ليه زونت وكده، بس خامته حلوه قوي يعني، خامته جميله من القماشه اللي بتلمع. شايفين اهو، مش عارفه هو واضح في الكاميرا اساسا ولا لا، بس هو جميل يعني ما شاء الله. ده الوحيد اللي جاله واحد بس بس هو اكيد لسه هيجيلك تاني يعني، وهيجيله تاني ان شاء الله يعني، هو مش هنستكفى بواحد بس. طبعا كده خلاص الكيس الاولاني خلص. طبعا نيجي لمين؟ لحمودي. طبعا ده ترنج برضو خامه مولتون اهو، وده الزونت بتاعه. انا عايزه اقول لكم خامته جميله، وبرده مبطن قطن من جوه جميل خالص اهو. شايفين مبطن من جوه، انا الخامه دي بحبها قوي، الولاد بجد بتدفيهم يعني حاجه كده ما شاء الله. وليه جيبين كمان من الجناب، فحلو يعني ما شاء الله عليه. البنطلون فين؟ نقعد ندور على البناطيل. بص بقى، ده البنطلون بتاع الترنج اللي معايا اهو، برضو خامته تقيلة مش خفيفة، خامته تقيلة وحلوة ومتبطن كمان من جوه، وسعره كان جميل يعني. انا كنت جايبة الترنجين كانوا عاملين 550. ترنجين مش ترنج. الترنجين عاملين 500. 500 ولا 600؟ لا 600 يا ولاد، 600 بجد 600. الواحد كان عامل اصلا 300 100 غير الشحن بقى 350، على حسب شركة الشحن اللي بتاخد منك فلوس، في بياخدوا 70 وفي بياخدوا 50 على حسب يعني. ده برضو واحد تاني انا كنت جايبه له الاصفر، واللون الاحمر برضو ده كمان جميل بجد والله، حلو قوي. برضو زنت ده حلو خالص، والخامه مولتون ومتبطن برضو قطن من جوه. انا بجيب لهم زي بعض يعني، بجيب لهم نفس الخامه زي بعض. هو بس بصراحه هو مختار، ممكن يكون ايه حاجته بتبقى مختلفه شويه. انتوا عارفين السن المحير ده فيه حاجات كتير قوي واشكال والوان على كيفكم يعني. كده احنا خلصنا ده. طبعا انا جبت السويت شيرت الخروج ده الحمودي اهو، بصوا. طبعا ده خروج عشان يخرج بيه برضو خامته مولتون حلوة اوي، بس تقيل يعني، خامة تقيلة وحلوة. شايفين من جوه برضو متبطن من جوه، اللي هو القطن الناعم ده. خلاص يا حبايبي، وبرضو على الظهر بتاعه شايفين اهو. لا بصوا، انا عايزه اقول لكم ان باكس ده باني. ايه، باكس باني. انا عايزه اقول لكم ان الطقم بتاع حمودي انا جايباه من عندنا هنا من فايد، انا ما جبتوش اوردر ولا حاجه عشان كنت مستعجله زي كده. شايفين اهو علي، هو عجبه الارنوبه دي حلوه الارنوبه دي جميله، واللون ده عجبني عليه قوي. هو ما شاء الله بشرته حلوه يعني، لقيت عليه حتى منطقه وشه زياده يعني، الله اكبر عليه. طبعا جبت له البنطلون الجينز ده، جبنا له بقى البنطلون اللي هو الاسود اللي هو الليجن ده الستريتش، برضو خامته حلوه قوي. انا لما بحب اجيب لهم الحاجه بحب اجيب لهم حاجه كويسه، ما بحبش اروح استرخص واجيب الصراحه. فدوت جميل، ده كان عامل 450 جنيه. امسك ده كده. وده كان عامل 550 يعني، السويت شيرت لوحده كان عامل 550. امسك كده انت عليك تشيل. برضو جبت له الشوز ده عشان خاطر يمشي مع الطقم بتاعه يعني، يبقى الالوان اللي هي الزهري ده مع البنطلون الليجن الاسود مع الكوتش ده، الكوتش الابيض انا جبته ابيض. هو انا بحب اللون الابيض عموما في الكوتشيات يعني، حتى انا نفسي لما بجيب كوتشي ابيض او بيج، لكن اي لون تاني اللي هو فيه بقى بامبي ومش عارفه احمر، لا بصراحه انا بحب الالوان دي قوي مع البناطيل الجينز السوداء، او مع الاطقم بالذات بحب الكوتشيات البيضاء. حتى المختار لما جبت له برده كنت جايبه لك لون ابيض، اه. ابيض فازرق ابيض، سبحان الله نفس الارضيه بتاعت السويت شيرت، عايز. مش كده؟ اه، الارضيه بتاعته من هنا كانت زرقاء نفس السويت شيرت، بس ده بتاع مختار، ودون في ابيض، وبتاع حمودي زي ما انتم شايفين اسود من تحت وايه وابيض اهو. هو عجبني شكله قوي وشكله جميل وخامته ممتازه، وعجبني خامته وكده. انا خلصت الفيديو وشاركتكم في حاجات حلوه قوي وان شاء الله احنا لسه ما خلصناش على فكره يعني، لسه في اكيد فيديو تاني هنكمله مع بعض لما نخلص حاجه مختار. عشان هو بصوا ده كوتش مختار، هو طبعا لبسه مره قبل كده بس هو حابب يوريه لكم يعني. بصوا اهو نعفن زيه بالظبط انا عارفه. انا جبت له اللون ده. طبعا هو ذوقه يعني هو بيجيب على ذوقه هو يعني، حاجه استغفر الله العظيم يعني، لو هتتباع في السوق مش هرضى اشتريها قال لي المره دي يا ماما اختاري لي انتي عشان انا بيعجبني ذوقك وكده، فانا اخترت له اللون ده
جبت له يعني الكوتش ده كان عامل 550. بيعجبني التواضع. اهم حاجه كنت جايباه على 550 جنيه، بس بصراحه خامته حلوه قوي، خامه من نظيفه يعني مش اي كلام اهو. وانا كده خلصت الفيديو بتاعي. ما تنسونيش بقى في اللايكات وكومنتات الحلوه. وبما ان انا عندي برد، ادعوا لي دعوه حلوه ان ربنا يشفيني من البرد اللي انا فيه، بجد مش قادره اخد نفسي. يعني انا البرشام اللي انا باخده وكنتش هقدر اتكلم معاكم اساسا، ولا كنت هقدر انزل لكم الفيديو ده النهارده. واشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو جديد. باي باي. باي.